التمرين الأول للوافد الجديد للنادي الأهلي، نجم بتروجيت والمتعاقد معاه الأهلي حديثا أحمد رضا. الحقيقة لاعب يجيد اللعب في مركز 6 ومركز الباك، جوكر بين الدفاع والوسط. أول تمرين ليه النهاردة مع الفرقة، وترحاب شديد وكبير جدا من كولر والجهاز الفني وجميع لاعبي النادي الأهلي بزميلهم الجديد أحمد رضا. طبعا الأهلي وكولر يرفعوا شعار لا وقت للراحة استعدادا لمباراة فيوتشر في الدوري الأحد القادم في 7 مساء. طبعا بعد مباراة بيراميدز امبارح والتعادل وخسارة 3 نقاط مهمين جدا كانوا يخلوا الفرقة في صدارة الدوري، لكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله كابتن الخطيب اجتمع مع الكابتن محمد رمضان على هامش التدريب، وطبعا الحديث على اخر المستجدات اللي في الفرقة، الصفقات الجديدة المنضمين حديثا، وطبعا وجود رضا سليم في التمرين النهارده. وطبعا لسه في زي ما طورت بعض الاخبار والانباء من داخل القلعه الحمراء عن صفقات لسه هتنضم للفرقه خلال الميركاتو الحالي. طبعا احمد العش وحضور التمرين النهارده مع الفرقه علي معلول واكرم. يعني نقطة علي معلول كلام كتير جدا عن تمسك كابتن الخطيب باستمرارية معلول، وده خلاف بينه وبين كولر. هنشوف الأيام الجاية هتمخبيه لنا إيه. طبعا رامي ربيعة وحسين الشحات، والتمرين الصباحي اليوم استعدادا لمودرن فيوتشر. والنجم المنضم حديثا جراد يسار، النجم السلوفيني اللي تألق بشكل كبير جدا في الشوط اللي لعبه في مباراة بيراميدز أمس. سجل هدف جميل جدا من تمركز رائع وتسبب في ركلة جزاء. أعتقد إنه دخل في جو الفرقة بشكل سريع. كل التوفيق ليه وكل المنضمين حديثا وكل لاعبي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله. عمر كمال الحقيقة بيأدي أداء رائع جدا مؤخرا. يمكن الإصابات يعني أثرت شوية على عمر كمال، لكن نتمنى إن شاء الله التوفيق في المرحلة القادمة. واضح جدا الجدية في التدريبات على علي معلول. الراجل عايز يكمل وعايز يكمل تاريخ حافل مع النادي الأهلي. طبعا اجتماع الكابتن الخطيب النهارده مع الفرقه والمسانده، ويعني سند الفرقه، ودايما الحديث مع الكابتن رمضان ومستر كولر اخر المستجدات اللي فيها الفرقه، بعض المشاكل اللي عايزه حل، وحديث مستمر وحضور مع الكابتن رمضان المدير الرياضي. ان شاء الله كل التوفيق في المرحله القادمه باذن الله، مع الانباء عن وصول بن شرقي وغيره من الصفقات. كل التوفيق.